السلام عليكم أحبتي في الله، مرحبا بكم على قناتي على اليوتيوب. كان أنت عمرك ما دخلت وجربت عملت كيك ليك أو لأولادك، اليوم ننصحك تجرب الكيك هذه. وصفة سهلة وبسيطة، مكونات جد وبسيطة موجودة في كل دار. يلا نعمل وصفة مع بعضنا. أول حاجة باش ناخذ 3 بيضات يكونوا حجم متوسط حرارة المطبخ، ونزيدوا معاهم الفانيلا، ونزيدوا معاهم هنا حكة من الياغورت. استعملت أنا بلين يوغورت، يعني ياغورت ما فيش حتى فليفر حتى طعم، تنجموا تستعملوها فانيلا لو أنتم حابين. وخذيت كيلة ونصف من السكر حبيبات، ورنا باش نخلطه بالفوي عادي. حاولوا خلطوا شوي بشوي حتى السكر نحسوا انه بخسك ذاب، يعني ما عادش موجود برشا. وبعد باش نزيدوا نص كيلة من الزيت نباتي. زيت نباتي يعطي طعم اخف من زيت زيتونه. وبعد باش نخلطوا المكونات الكل مع بعضهم، بعد نزيد المكونات الجافه اللي هي كيلتين ونصف من، يعني حكتين ونصف من الفرينة متعددة الاستعمالات. وزدت لهنا راني نصف كيلة من النشا. راهو نشا يرطب ويخلي الكيك متاعنا ياسر ياسر طرية. فوالا، بعد نزيدوا ملعقة كبيرة من خميرة الحلويات. كملنا الوصفة متاعنا سهلة وبسيطة. باش نخلطوهم الكل مع بعضهم، وبعد باش نطيبوها على فرن ساخن على 180 بين 20 و 25 دقيقة. جوست ما تحلوش على الفرن متاعكم إلا بعد 25 دقيقة أو 20 دقيقة. وجوست حاجة أخرى نحب نقول لكم عليها، ردوا بالكم أنتوا نوعية قوة الفرن متاعكم. نجم يكون فرن قوي، فالكيك راهو طيب فيسا، فأنت تعرف قوة الفرن متاعك. يعني أنا بالنسبة لي أنا بين 20 و 25 دقيقة التطيب متاع الكيك متاعي. نصيحة أخرى زاد، القالب لازم يكون مدهون بالزبدة وشوية فرينة باش ما تلصقش معاكم. فوالا، وصفة راهي سهلة وإن شاء الله تجربوها الناس الكل. ونستنى تشجيعكم، ونستنى زاد اشتراككم على القناة. قد ما تكبر القناة قد ما نشارك معاكم ديزاستوس وبرشا برشا وصفات ناجحة. يلا نقولكم توا السلام عليكم.